المهم الدراري، قبل ما ندوزو للفيديو بغيت غنقول لكم غير الدعم ديالكم هاد الايامات ما بقاش كيعجبني. نتمنىكم في هاد الفيديو هذا تدعموني فيه، وان شاء الله نوصلوا 1000 مشترك على شله. واللي شاف هاد الفيديو هذا ما ينساش يدير واحد لايك وسبسكرايب، وندوزو للموضوع. أول منتخب البرازيل، Morocco. المغرب، منتخب اسكتلندا. حسنا، هو سريع. هايتي. اليوم جينا نهضروا على واحد القرعه اللي صدمت الملايين ديال الناس، قرعه كاس العالم 2026. المغرب طاح مع واحد من اقوى المنتخبات عبر التاريخ، البرازيل. باش غير نكونوا واضحين مع بعضياتنا، هاد المجموعه ماشي سهله وماشي ديال اللعب، وراها ماشي حتى مستحيله. وغادي نشوفوا بالتفاصيل شنو كاين، وشكون حاضر بالفعل، وشكون غادي يلعب، وشنو موجدين، وكيفاش حتى غادي ندوزو. واش الماتش غادي يكون قاصح ولا لا؟ بقاو معايا حتى الاخر. خلفيه القرعه كيفاش وقعات. القرعه دارت في جو عالمي، وكل واحد كيتسنى كيشوف المغرب فين غادي يطيح. كيعيطوا المجموعه السي، البرازيل والمغرب واسكتلندا، وما نساوش حتى هايتي. والناس تصدمات حيت فغيمون هاد المجموعات فيهم فرق الواعرين. بعض الناس قالوا واخا صعيبه، ولكن حنا المغاربه ولفنا التحديات. وش وحدين قالوا اللعب ديال البرازيل في القديم ماشي هو دابا، ولكن حنا غادي نغلبوا عليهم. وهنا فين بالضبط بداو التحليلات، والجمهور كيسول شكون موجدين وشكون غادي يلعب وشنو هي الخطه. هنايا نبغيكم تركزوا معايا مزيان وتكونسونطرا. المنتخب المغربي شنو مجهزين وشنو هي الخطه اللي داخلين بها. المغرب داخل هاد الكاس بواحد العقليه جديده، واللي صراحه انا كنظن نقدروا نديروا شي مجهود. ماشي داك المنتخب غير كيمشي باش يشارك، ولكن لا خويا، حنا هاد المره جايين باش ننافسوا ونديروا داكشي بصمت. وبهذا المصطلح اي فرقه جات قدامنا تاكل لعصا. المنتخب المغربي قادر يخلق اسم جديد قبل كاس العالم ديال 2022، وصل للنصف النهائي وربح فرق كبار وحط ثقه في جيبه. ولكن شنو مجهزين حاليا؟ اولا واللي هي الدفاع منظم، والوسط كيحارب على كل كره، والهجوم سريع على المرتدات، واللاعبين عندهم تجربه اوروبيه، واخر حاجه الانضباط التكتيكي. هادشي كامل ان شاء الله اللي جاي غادي نشوفوه في الماتشات الجايين. اللائحه المحتمله، شكون غادي يكون حاضر؟ دابا غادي نهضروا على الفرقه اللي ممكن المغرب يلعب بها ضد البرازيل. ماشي لائحه رسميه ولكن قريبه للواقع. اول حاجه الدفاع، اللاعبين اللي معروفين بالقوه ديالهم، بالهدايه ديالهم وبالتحريك الصحيح. المنتخب ديالنا معروف بحيط دفاعي وماشي سهل، والوسط مزيج بين القوه والافتكاك والتمريرات اللي زوينه. الوسط كيوقف الهجومات قبل ما يوصل للجول. وثالثا الهجوم، الجناحات السريعه، مهاجم قادر يقلب الموازين، وزيد عليها المرتدات خطيره، اللعب مباشر وفعال. بعض الاسماء المنتخب المغربي اللي غادي يقدروا يكونوا حاضرين: طاهر الايمن واللي معروف بالسرعه كبيره، اشرف حكيمي القدره هجوميه ودفاعيه، والقلب الدفاع قوي وقادر يعول عليه. جواد اليامير وقادر يعول عليه في المقابلات كبيره. الحارس المرمى اللي مهم ياسين بونو. اللاعب الوسط الدفاعي، محور يقدر يوازن بين الهجوم والدفاع اللي هو سفيان امرا. جناح صانع الالعاب، الخبره الاوروبيه ويقدر يعطي الابداع في الهجوم اللي هو حكيم زياش. المهاجم الهدف يجي منه ولا من الفرصه والهجمات المرتده واللي هو يوسف النصيري. اللاعب الوسط المهاجم التناوي، يقدر يعطي بديل هجومي متنوع واللي هو عبد الحميد الصابري. الجناح المهاجم الشباب والطاقه، هجوميه يقدر يكون ورقه مفاجاه واللي هو زكريا ابو خلال. والمغرب في هذه اللحظه عنده خطه واضحه: الدفاع محكم زائد تنظيم الوسط، هجمات سريعه زائد استغلال الفرص، وزائد حتى الروح القتاليه. لو لعبنا بها التشكيله عندنا واحد الفرصه واعره نقدروا نطلعوا بها، وعلى الاقل نفوزوا بالتعادل. وزائد نخليو البرازيل تفكر ديك السلخه اللي عطيناها قبل ما تهجم. المنتخب البرازيلي اللي واعر وما خاصناش نستغلوه بالغلط. البرازيل غير سميت تكفي، واللي بطلت العالم 5 المرات. المدرسه كره هجوميه، ولكن ماشي هاد البرازيل ديال السنوات 2002 و2010. هاد البرازيل تقدر تكون شويه قبيحه، ولكن فيها المشاكل في الدفاع، وهي عندهم لاعبين نجوم، تقنيات والمهارات والتحكم. ولكن المغرب ماشي منتخب اللي ساهل، تقدر دير غير ها ولا ها
كنتي هنا، وهذا الشيء اللي كيخلي الماتش قريب بزاف وكثر من اللي كيظنوا الناس. ولكن اجي نحلوا الماتش مع بعضياتنا. علاش غادي يكون قاصح الماتش؟ غادي يكون قاصح بزاف. علاش؟ الان البرازيل غادي تهاجم من الدقيقه الاولى، والمغرب غادي يحاول يسد دفاع كامل، وكل خطا صغير يقدر يكلف هدف. الضغط النفسي كبير، الجمهور العالمي كاع غادي يشوف هذا اللقاء، وكل فريق عنده حسابات خاصه. والصراحه بيني وبينكم المغرب الا ما زيرتش في هذا الماتش مشات. ولكن هذا قاصح وماشي سلبي. قاصح يعني المباراه صعيبه اللي غادي نشوفوا فيه شي تمريرات وشي جوال اللي عالمي. التكتيك المثالي للمغرب وكيفاش نقدروا نحبسوه باش المغرب يربح ولا حتى يفوز بالتعادل. خاصنا اول حاجه الدفاع يكون بكتله وماشي واحد طالع وواحد نازل. خاص كلشي يتحرك في دقه واحده. ثانيا اغلاق الاطراف على اللاعبين. ثانيا اغلاق اللعب على الاطراف. والبرازيل اللي واحد المنتخب صعيب وخاصنا نحبسوه. وثالثا المرتدات سريعه. 3 تمريرات فقط وتقدر تكون عندنا فرصه حقيقيه واللي تقدر تكون هي السبب باش نفوزوا على البرازيل. رابعا اهم حاجه تقليل الاخطاء. ماشي خاصنا ندخلوا شي دخول اللي عشوائي ولا شي تزليفه في الدقيقه اللي خاطئه. خامسا واللي هي استغلال الضربات الخطيره، وهذا الشيء ممكن يعطي فرق كبير. من هذا الشيء كامل واش المغرب يقدر يربح البرازيل ولا لا؟ يقدر يربح وبكل ثقه. المغرب اللي معروف بالمفاجآت، ما تعرف كيفاش تدخل البيت الاول، ومعروف حتى بالقوه. تفكر غير اللاعب اللي داز ديال 2022 ومني ربحنا بلجيكا وبرتغال وبزاف ديال الفرق، وكاملين كانت عندنا واحد الثقه باللي كنا غادي نكتبوا واحد السميه جديده للعالم. ولكن ما كتبش وزند فاتنا فرنسا. ملي المنتخب المغربي يدخل المركز صعيب باش طيح، وهذا الشيء هو اللي غادي يخلي البرازيل مخلوعين من شي حاجه سميتها المنتخب المغربي، لانهم كيعرفوا المنتخب المغربي ماشي غير فريق صافي ولكن مجموعين فيه غير الاساطير. السيناريوهات المحتمله للماتش: السيناريو الاول المباراه متوازنه التعادل 1-1، البرازيل كتسجل والمغرب كيرد. السيناريو 2 مفاجاه المغربيه 1-0، مرتده السريعه والهدف مباغت والدفاع محكم حتى الاخر. السيناريو 3 فوز البرازيل 2-1، المغرب يماركي ولكن التجربه البرازيليه مرعبه بزاف واللي هي باش معروفه كتقلب الماتش في الاخر سفاع على كلشي ممكن. ولكن الكره ما فيهاش الثقه. الخلاصه من هذا الشيء شنو نستنتجوا؟ هاد المباراه هذه غتكون قاصحه بزاف. اما نثبتوا حيتاش منتخب عالمي ولا نقولوا للعالم باللي باقي مستمرين في طريق النجاح. والمغرب عنده واحد الفرصه اللي كبيره، ماشي غير لعب فقط ولكن غتكون شي حاجه اللي واعره وبين لينا في 2022 ماشي صدفه. وهذا ما كان في هاد لا فيديو. نتمنى توصل حتى لافان وخلي معك واحد الكومنتير زوين واشترك نوصل 1000 مشترك علاش لا، ونشوفوا في الفيديو الجاي.